دي كيكة برتقان ودي كيكة رخامية، ودي كلها أنواع كيكة أنا عملتها في الخلاط بمنتهى السهولة. فيلا بينا ندخل مع بعض الدقيق، وهنزود له النشا وكمان الملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر، والخليط ده هو اللي هيبقى الأساسي بتاع كل الكيكات بتاعتنا. في الخلاط بتاعي هحط البيض والسكر والزيت والفانيليا وهضرب كويس، وهبتدي أزود الدقيق واللبن بالتناوب لحد ما يندمج معايا الخليط ده. ودايما بخبز الكيك في قوالب مدهونة بالطحينة عشان أضمن إن هو ما يلزقش. بنزل بتلات ارباع الخليط الابيض، والربع اللي فاضل بضربه مع الكاكاو وانزل بيه من فوق عشان اعمل الكيك الرخامي. وما تنسوش حركة السكينة دي مهمة عشان الكيك يبقى رخامي جدا. بالنسبة للكيك التاني هزود على خليط الدقيق بشر البرتقال، وبعد كده في الخلاط هحط البيض مع السكر والزيت والفانيليا، وهقشر واقطع برتقانتين كاملين مكعبات صغيرة عشان ازودهم للخليط ده اللي بيخلي الكيك بتاعي نكهته برتقان جدا. هبتدي ازود خليط الدقيق كله، وبعد كده هاخد الخليط ده احطه في القالب بتاعي عشان اخبزه. ودي كانت كيكة البرتقال. اما الكيكة التالتة فدي كيكة جزر، باخد البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن بزودها على خليط الدقيق، وفي الخلاط في السريع بحط البيض مع الزيت والسكر، عصير الاناناس، الفانيليا، عين الجمل والجزر المبشور، وبعد كده بطحن الخليط ده كويس جدا وازود له خليط الدقيق بالتدريج. هاخد بقى الخليط ده انزل بيه في قالب الفرن، وبعدين هسوي الكيك بتاعي على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. انتوا شايفين الكيك منفوخ ازاي وناجح وقوام مهش وما فيهوش ولا غلطة. وكل الكيكات دي عملتها في خلاط مينتا قوته 500 واط، الساعة بتاعته لتر و700، وبيجي معاه مطحنة ومبشرة.